السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشطبوا القعدة بتاعة الصالون الكوربيه. الفيديو اللي فات اللي ما شافهوش يخش على القناة ويشوفه، اللي هو التأسيس بتاعه، اللي هو العبك زي ما انتم شايفين. العبك ده بيتقال عليه دمور. هنبدأ نشتغله. طبعا انا الكراسي في علامات بشتغل عليها، زي مثلا دي هنقوله بوكيه صغير فلازم يبقى في النص، فلازم بشتغل عليه، والقيمة اللي انا هعملها هنا هعملها في كل الكراسي زي ما انتم شايفين كده. النص بتاعي هو القيمة الخشب، بنزل تحت منها القيمة اللي انا هعملها. طبعا هنا خلاص بقى مفيش معاناة، انا هنا ثبت خلاص السفنج، ثبتنا بالعبك. هندبس، دبسنا كده طبعا فوق القيمة زي ما احنا قلنا. بعد كده هنا زي ما احنا قلنا في بوكيه صغير، فبيمشي كده وبيمشي كده، فلازم نظبطه اللي هنا عشان خاطر نشوفه الزيادة اللي هنقطعوها من الجنب ده ومن الجنب التاني. كده احنا شوفنا الزيادة فين، جايين مطلعينها كده وناخدوها بالمقص. طبعا لازم نسيبه زيادة عشان خاطر القماش او القصة ما تخناش ونقصه غلط. طبعا انا بوري كل دوت للناس اللي هي اول مرة تشوف الصالون بيتعمل ازاي، او المنجدين اللي هم يعني ما عندهمش خبرة قد كده، او الفينش اللي يطلعوه صح. فلازم يبقوا في امان ويسيبوا زيادة في القماش بحيث يبقوا في امان. كده نظبط الجناب بتاعتي، وبعد كده جاي من هنا وتاني القماش بتاعي. طبعا المكان بيبقى ضيق زي ما انتم شايفين كده، بص متساوي ازاي. وادي الدبوس، الدبس اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنكمل تدبيس الجزء ده. كده نقف لغاية القيمة اللي هنا، واخد الجزء التاني اللي على الناحية اليمين بتاعي واتني زيادة القماش واشوف هنا القيمة بتاعتي عشان ما ترحلش كده او ترحل كده. يجي جاي مدبس، ناخد الحتة اللي فاضلة دي الصغيرة دي. كده انا خلصت اللي ورا. طبعا انا ممكن اجي لغاية هنا واخلص واجي هنا واخلص هنا، لا انا عايز هنا اهو، عشان هنا القماش طري بيمط معايا زي كده من الزاوية من هنا اهو، لما بيجي يتشد بيمط فهيجيب لي كسر والكلام ده. فلا خليني في العدل هنا، العدل بتاعي بقف وبعد كده اشطب هنا تاني اللي قدام. اخد بقى الزيادة. طبعا هو مش ده تهدير قماش، ده عرض القماش عشان خاطر الزيادة دي بتبقى مجبر اللي انا اخدها. باخد الزيادة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده على العبك. بص عامل ازاي، انا مدبس هنا عشان ابقى اعرف اشد ويبقى جامد، وبعد كده اما اجي اشتغل ده بيتنى كده. طبعا مش هيعمل قيمة او اي حاجة غير اما انا اتني من البداية كده من تحت وادبس، فاما كل ما اتني كل ما ده هيكلكع تحت وهيعمل تخانة وهيخلي القماش ما يمسكش اما يتدبس بالدباسة تاني. فكده هنا قلنا البوكيه الصغير ده هنيجي جاي واخده على منتصف
الكرسي زي ما انا خدته القيمه من هنا اهو، هاخده من هنا اهو، هنا اهو النص بتاعي الورده والبوكيه، وهنيجي جاي تاني. طبعا هنا حد يقول لي مثلا طب انت ما عملتوش زي العبك كده ليه، زي في صالونات تانية، وبعد كده تقص الحرف بتاعه وبعد كده تحط الشريط. لا، في القعده ما ينفعش، في القعده ما ينفعش، القعده الثابته ما ينفعش. ليه؟ لان لو هتيجي تقعد القماشه هتسيب الدبوس وتطلع. ليه؟ لانها على الحرف وده بينسل زي كده، فلازم يتنى عشان ياخد عزم وعافيه. كده انا هسحب اي زياده قماش واجي هنا ادبس على راحه القماش، اللي هو يعني كده انا كده شديت خلاص، واجي هنا راحه القماش اللي هي لازم اسيبه كده متساوي وادبس كده. اصبح كده مش هيعمل لي علامه، وهنمشي كده واسحب اي زياده قماش واشد على الناحيه دي زي ما انتم شايفين كده. كده انا هقف هنا قصاد العدل بتاعي واخد الجنب التاني. كده بقى هنبتدي منين؟ كده اول حاجة اصول الشغل والصح بتاعه، اللي انا هاجي هنا من الجناب هشوف القيمة. هنا زي ما في بوكيه بالطول في بوكيه بالعرض، فلازم نمشي ونشوف البوكيه ماشي ازاي الصح بتاعه، وندي اول دبوس هنا وبعد كده ندي دبوس هنا كمان، وبعد كده الزيادات ديت تتلم واحنا ماشيين واحده واحده لغايه اما يبقى مفيش اي كسر. ليه؟ لان هنا في دوران، هنا اهم حاجه وهنا اهم شغل في الصالون في الجناب بالذات الاربع اركان دول. فهنبتدي نشتغل. هوريكم جنب واحد عشان خاطر وقت الفيديو. هنقص الزيادة اللي هي باينة، يعني هتبقى مقصوصة بزيادة. كده انا قصيت كده، اشوف هنا البوكيه بتاعي ماشي تمام. هنيجي جاي تاني الزيادة بتاعتي. بصوا هنا بقى في قماش زيادة ازاي وهنا زيادة ازاي، كل ده هيروح هوريلكوا ازاي. كده اي قماش زيادة ابتدي من النص كده واشد كده تمام. جاي جايب الدباسة بتاعتي جاي مدبس كده زي ما انتوا شايفين، وقصادها الناحية التانية ادبس الجنب التاني. بس انا عشان الوقت فهوريلكوا اكني انا دبست وخلصت هناك، هوريلكوا الجنب ده هيخلص ازاي. كده انا دبست خلاص هنا، هبتدي من هنا اهو اتني كده، وما حاولش ان انا اشد كده، لان هشد كده زي ما انا قلت لكم القماشه فيها مطه من الزاويه. اي قماشه مهما كانت ناشفه هتشد من ناحيه الزاويه هتعمل مطه معاك وهتعمل زياده في القماش. وانت اصلا كده كده بيبقى فيه زياده في الجناب عشان خاطر تضيع الزياده وما يبقاش فيه كسر. شايفين ازاي واخد القماش على راحته، على راحته من تحت مش من فوق. لازما اريح القماش، انا عمال بسحب زياده شويه من القماش بحيث ان انا اما اجي احط ايدي كده اهو اكني انا صبعي ده الدبوس اعرف عشان ما يعملش خطوط معايا وادبس كده. طب حد يقول لي طب افرض انا عملت كده وطلع ان اهو في زياده قماش ياما قوي، هتضطر ان انت تفك هنا وتضيع القماش بتاعها هنا. بس لازم تحسبها صح عشان خاطر ما تفكش وتهد اللي انت عامله والشغل معاك يبوظ. كده اخر حته. كده خلصنا الجنب ده، هنبتدي نعمل الجنب ده.
طبعا اما هنيجي هنبتدي منين؟ هنبتدي من هنا، ممكن نبتدي من هنا، بس هو الصح نبتدي من هنا عشان خاطر اي زيادة اسحبها من عندي من هنا. اسحب كده وانا بنزل كده في القماشة اللي هي دي التانية، بسحبها على جوه كده. فاهمين؟ الحاجات ديت حاجات فنيات مش اي حد يقولها، ديت الصنعة كلها يعني. سحب كده وكده، انا صبعي ده ما بيلعبش تحت، لا بجيب دي كده القماشة عشان خاطر الم اي كسر واسحبها معايا، بحيث ان انا اما اجي اوصل هنا اهو ملاقيش اي زيادة في القماش. رتم الزيادة هنا اهم حاجة، الاركان دي. عشان ما فيش حد يفكر ان الحاجة بتتعمل في منتهى السهولة. هننزل دبوس كده بعد ما ريحنا القماش بتاعنا. لازم انا أأمن كده، اشوف الدبوس لما يجي ينزل هل هيحصل حاجة خطأ ولا لا. كده انا خلصت الحتة دي اصعب حتة. كده احنا ايه نعتبره خلصنا الكرسي. هنيجي على الحتة الفينش بتاعنا. كده خلصنا. كده الجنب التاني هيبقى زي اخوه بالظبط. يبقى احنا كده خلصنا الكرسي وشطبناه. وعملنا الصح بتاعه. والناس اللي بتخش على القناة ولا بتعمل لايك ولا اشتراك ولا اي حاجة وبتتفرج وسلام عليكم، اقول لهم سلام.